ايه اللي بيحصل في مرحلة المراهقة؟ واحد، بيحصل تغيرات جسدية في شكل الولد وفي شكل البنت. بيكبروا، بيطولوا، بيبدأ يظهر لهم شعر في أماكن مختلفة، بتبدأ المناطق التناسلية تكبر وشكلها يتغير، ويبدأ يبقى عندهم علامات زي خشونة الصوت لو هم ذكور أو نعومة الصوت لو كانوا إناث، ويبدأ عندهم يتغير شكلهم ويتعرفوا على شكلهم من جديد. وللأسف الوقت ده بيكون صعب عليهم جدا، لأنه الصورة المعتادة اللي كانوا بيشوفوها في المراية ليهم بتتغير. تاني حاجة، النفسية بتبدأ تغلي شوية، يعني يحصل عندنا مشكلات في تنظيم المشاعر. لسه المنطقة اللي موجودة جوه القشرة المخية لم تنضج بالشكل الكافي، وبالتالي تلاقي بيتعصبوا بسرعة، بيخافوا بسرعة، بيتقمصوا بسرعة. اد اون هرمونات فايرة، تستوستيرون طالع مخلي صوته عالي جدا وعنيف، وبدأ يزعق ويجعر وانت مش عاجبك الكلام. هرمونات الأنوثة زي الأستروجين والبروجستيرون والبيريد بدأت تطلع في عياط من غير داعي، أو بيبقى في داعي عندهن ولكن مش عارفين يعبروا عنه نتيجة مشاكل تنظيم المشاعر. ويبقى عندهم الأسئلة الوجودية بتاعت أنا مين؟ أنا عاوز أبقى إيه؟ هو أنا شبه بابا ولا شبه ماما ولا هما الاتنين وحشين ولا أنا عاوز أبقى شبه حد تالت خالص معرفوش؟ ودي المرحلة اللي سماها إريك إريكسون مرحلة الهوية مقابل غموض الدور. انه ابنك يبدأ يقلد نماذج مختلفة علشان يقول انا ده.